اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا مساء الخير على أجمل متابعين في الدنيا كلها. وحشتوني جدا 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 من القصة اللي فاتت. جاية لكم النهاردة بقصة قوية، قصة حقيقية وقصة كاملة من القصص اللي انتوا بتحبوها، بقلم الكاتبة الرائعة آلاء شامخ اللي دايما قصصها بتعجبكم. أحداث حلقتنا النهاردة ممتعة جدا ومليانة بالمفاجآت. تابعوا معانا القصة للآخر وصدقوني مش هتندموا، مفاجآتنا هتفضل معانا لآخر مشهد. واكتبوا لنا كمان آرائكم في التعليقات اللي أكيد هنرد عليها كلها. وقبل ما أبدأ الحلقة أتمنى منكم تجددوا الاشتراك في القناة وتفعلوا جرس الإشعارات علشان كل يوم توصلكم إشعارات بكل حلقاتنا الجديدة اللي بتنزل على حكاية هايدي وروايات هايدي وقصص هايدي، وكمان أفلام هايدي وحكاية هايدي الكاملة. وقبل ما أبدأ الحلقة أتمنى منكم تدعوا لوالدتي بالرحمة وبالمغفرة وإن يجعل مأواها الجنة إن شاء الله. يلا بينا نبدأ. جوه بيت متوسط الحال في قلب القاهرة كانت عايشة بنتي جميلة اسمها فرح. فرح كان عندها 27 سنة، متخرجة من فنون تطبيقية، عايشة لوحدها على الرغم إن أصلها من الشرقية وأهلها كلهم كانوا في الشرقية. لكن لما خلصت الجامعة أصرت إن هي تعيش في القاهرة وتشتغل هناك. فتحت مكتب صغير جدا وبقت تشتغل في إن هي تصمم حفلات الأفراح وأعياد الميلاد. وفي يوم راحت على مكتبها لقت صاحبتها أمل واقفة مستنياها في المكتب. أمل كانت نفس دفعتها وبتشتغل معاها. هيا أمل، كل حاجة تمام؟ أيوة يا ست فرح، كل حاجة مظبوطة ما تقلقيش. طيب الحمد لله، أنا عايزة كل حاجة تمشي بالمسطرة. الموضوع ده مهم أوي يا فرح، خاصة بقى إن فرح النهاردة هينقلنا نقلة تانية خالص. ما تقلقيش. عملتي إيه مع والدتك؟ هي لسه عندك ولا سافرت البلد؟ لا يا ستي، ماما أخيرا سافرت الشرقية، زعلانة وغضبانة. طبعا تلاقيها كانت جالك المرة دي وجايبالك عريس برضو. عامة يا ستي كده كده مامتك هتعرف إن انت صح بعدين لما تنجحي في شغلك ومكتبك كمان يكبر. يا ريت يا أمل، أنا نفسيتي تعبت بسبب اللي ماما بتعمله، بس هقول إيه، ما عنديش حل تاني. طيب تعالي نشوف ورانا إيه. عندنا النهاردة 3 عملاء جايين، وفعلا قابلوا العملاء علشان يجهزوا نفسهم قبل ما يروحوا قاعة الأفراح بالليل. أما في فيلا كبيرة كان في راجل في الستينيات من عمره، كان اسمه حمدي، رجل أعمال كبير ومعروف وعنده شركات كتيرة قوي. كانت قاعدة مراته اللي اسمها هانم اللي في الخمسينيات من عمرها. هما الاتنين كانوا بيفطروا. فين سلمى بنتك؟ طلعت لها من شوية، قالت هتنزل. حمدي كان لسه هيتكلم اتفاجئوا بنتهم سلمى نازلة من على السلم وجرى وراها شنطة سفر. كان عمرها 26 سنة، متهورة جدا وعنيدة، كل اللي في دماغها بتعمله. حمدي قام وقف. رايحة على فين يا سلمى؟ رايحة عند واحدة صاحبتي يا بابا، هقعد عندها كام يوم. انت اتجننتي؟ ومن صاحبتك اللي كل يوم والتاني تاخدي شنطة هدومك وتروح تقعدي عندها بالأيام؟ انطق يا بت، وفين عنوانها؟ مش هقدر اقول لكم على عنوانها، هي صاحبتي وخلاص. وسابتهم ومشيت. وحمدي فضل يزعق، حالته النفسية كانت وحشة قوي بسبب عمايل بنته ودايما الضغط عنده كان بيعلى. أما سلمى ركب التاكسي وبعد شوية وصلت لمكان شعبي في شقة متواضعة جدا. فتحت الباب بالمفتاح اللي معاها ودخلت وجريت عليها بنت صغيرة كان عمرها 4 سنين. ليلى بنتها حضنتها. وحشتيني قوي يا مامي. يا حبيبة ماما انت كمان وحشتيني، عمال فين بابا يا ليلى؟ ليلى شاورت لها على المطبخ. طيب يا حبيبتي العبي انتي. ودخلت سلمى ولقت هناك جوزها واقف. كان شاب عنده 35 سنة، كان بيشتغل عامل في سوبر ماركت ومع ذلك اتجوزته من ورا أهلها. بتعمل ايه يا حبيبي كده على الصبح؟ اتأخرت كده ليه يا سلمى؟ بنتك ليلى مطلعة عينيا. يا حبيبي عقبال ما عرفت اخرج من الفيلا. هو انت ما وديتش ليلى حضانة؟ للأسف ما قدرتش، كلمتهم النهاردة وقالوا ما ينفعش، لسه كام شهر كده علشان يقبلوها. بقولك ايه، انا طول الليل ما نمتش بسبب زن بنتك، هروح انام وانت خليكي بقى كملي الفطار. خلاص يا حبيبي، نام انت ونيم ليلى معاك، وانا ان شاء الله هخلص الحاجات دي واجي اصحيكم على طول. وفعلا خرج احمد من المطبخ واخد بنته ليلى في حضنه
ونيمها. أما سلمى فضلت واقفة بتخلص الأكل، وبعد شوية دخلت علشان تصحيهم، لكن جوزها مرضاش يصحى، راحت نايمة جنبهم. ياه، كان نفسي أعيش معاكم هنا على طول، بس أعمل إيه؟ بس مش قادرة أواجه بكم عيلتي. ونامت وهي متضايقة. أما في بيت حمدي كان قاعد ومتعصب جدا، وضغطه كان عالي، ومراته كانت قاعدة بتهديه. بنتك راحت فين يا ست هانم؟ أنا هتجنن، أنا ما بقتش طايقة عمايلها. اهدى بس يا حمدي، ما تتعصبش يا حبيبي، انت كل ما تتعصب بتتعب، ونجيب لك الدكتور البيت. هو في تعب اكتر من كده؟ انا حاسس ان في مرة بنتك ده هتجيب لي جلطة. اتكلمي معاها وشوفها راحت في انهي داهية. انا مش فاهم من صاحبتها دي اللي كل يوم والتاني تروح وتبات عندها. والله انا اتكلمت معاها كتير، والبنت مش راضية تقول على عنوان صاحبتها، بتقول ان هما بيسهروا سوا طول الليل. طيب ما تعرفنا مكانها، تعرفنا عنوانها، ايه المشكلة يعني؟ واخوها اللي كل يوم والتاني سايب شغله وقاعد يدور عليها، ما بيصعبش عليها ده؟ خلاص يا حمدي، بنتك برضو لسه صغيرة. لا، بنتك مش صغيرة، بنتك قليلة الأدب وما تربتش، عندها 26 سنة، والعمايل اللي بتعملها دي ما تنفعش. وهم بيتخانقوا دخل عليهم ابنهم آسر اللي عمره 30 سنة، كان متخرج من كلية الهندسة، وهو اللي ماسك الشركة بتاعت والده. هيا آسر يا ابني، عرفت مكان أختك؟ أيوة يا بابا، ما تقلقش، ده قاعدة مع واحدة صاحبتها، ورحت لها هناك وقالت لي إنها هترجع إن شاء الله بالليل أو يمكن بكرة. هو من صاحبتها دي؟ وليه ما بتقولناش عليها؟ اهدى بس يا بابا يا حبيبي، هي اتعرفت عليها لما كانت بتدرس بره. طبعا آسر كان بيكذب عليهم علشان يهدي والده بسبب حالته النفسية والصحية اللي بقت وحشة قوي بسبب عمايل بنته المتهورة. هل يعني أختك فلحت قوي؟ قعدت 2 سنين بره مصر ورجعت ايد ورا وايد قدام ولا كأنها عملت حاجة. آسر قعد جنب والده وطبطب عليه. معلش يا بابا، ما انت عارف بنتك بقى، بكرة ان شاء الله تعقل. فضل قاعد مع والده وبيحاول يهديه، لكن والده ما كانش عاجبه تصرفات بنته أبدا. في نفس الوقت كان آسر لازم يكذب عليهم علشان ما يزعلوش. وفجأة حمدي تعب جدا ونقلوه على المستشفى، جات له جلطة في القلب. أما وفاء والدة فرح في بيتها البسيط في قرية في الشرقية، كانت ست عندها 48 سنة، تقليدية جدا ومش متعلمة، معروف عنها ان دماغها صعبة. كانت قاعدة بتخبز قدام الفرن البلدي، وباب البيت خبط، ودخلت منها بنتها فاطمة وشايلة على ايديها ابنها اللي يدوبك كان عمره سنة. فاطمة بنتها كانت 23 سنة. تعالي يا فاطمة، حماتك بتحبك، أنا بخبز يا بنتي. فاطمة حطت ابنها جنبها وقعدت على الأرض واتكلمت بقهر. حماتي لو كانت بتحبني كان ده بقى حالي برضو يا ماما. مالك يا بنتي يا فاطمة؟ كالعادة جوزي قعد يشتمني ويهزقني ويقل مني قدام أهله، مع إني ما عملتش حاجة غلط. طب قومي اغسلي إيدك وتعالي مدي إيديكي في العجين معايا واحكي لي عملك إيه الموقوس جوزك. فاطمة قامت غسلت إيديها وراحت قعدت مع والدتها. يا ماما الواد فضل مصحيني طول الليل، كانت حرارته عالية وبطنه وجعاه، فضلت قاعدة جنبه، وأول ما نام ما صدقت نمت 2 ساعتين، ما قدرتش أصحى بدري أعمل له كوباية الشاي اللي بيطلبها كل يوم وهو نازل. أول ما صحى وما تلاقاش الشاي فضل متعصب ويشتم فيا ويقل مني، وفجأة أهله جم وقعدوا يتفرجوا على الفضيحة اللي عملها لي على الصبح. والله انت جوزك دهبل ودماغه صغيرة، بقى يعمل كل ده علشان كوباية شاي؟ ولا يهمك، المهم يا بنت حاولي تكسبيه بكلمتين حلوين، انت بس طولي بالك وبلاش تبقي قافشة كده. فاطمة دموعها نزلت على خدها وبصت لمامتها، وقامت فجأة من على الأرض ومسحت إيديها في الفوطة وشالت ابنها اللي بدأ يعيط. يا ماما بقولك بيضربني وبيشتمني قدام أهله، لو أبويا الله يرحمه كان عايش ما كانش خلاه يبهدل فيا للدرجة دي، لكن كل ما اجي اشتكيلك انت ما بتنصفنيش. تخيلي يا ماما بيقول عليا ان انا غبية وما بفهمش، مع اني خريجة جامعة وهو يدوبك اعدادية. يا ريتني ما كنت اتجوزته وعملت زي فرح اختي واشتغلت وبقالي حياتي وكياني. وفاء قامت وقعدت جنبها. يا بنت ما تقوليش الكلام ده، وبعدين ما تجيبيش سيرة التعليم قدام جوزك، كبري دماغك بقى، يعني هي الكلمة بتلزق؟ يا ماما لما بيقعد يشتم فيا انا نفسيتي بتتعب،
وبعدين لما بشوف اصحابي اللي كانوا معايا في الجامعة وهم بيخرجوا وعايشين حياتهم، صدقيني بتحسر على حالي قوي، بتقهر. انا حاسة ان انا كأني واحدة عندي 50 سنة. معلش يا بنت، ما تزعليش نفسك، بكرة جوزك هيعقل وانت بعيدة عن امه الصعبة دي. وما تقلقيش، ده ما يستغناش عنك، شوية كده وهتلاقيه جاي ياخدك. هياخدني علشان عاوز خدامة في بيته، مش لانه بيحبني. وامه كمان عمالة تسخنه عليا طول الليل. معلش يا بنتي ما تزعليش. فضلت وفاء تواسي بنتها وتقنعها ان ده العادي بتاع الرجالة، مع ان بنتها كانت متعلمة تعليم عالي، لكن قللت منها لما اتجوزتها واحد بالاخلاق دي. وجه الليل وفرح كانت واقفة في وسط القاعة وبتظبط كل التفاصيل قبل العروسة والعريس ما ينزلوا من الأوضة بتاعتهم اللي في الأوتيل. بقولك ايه يا أمل، أنا هطلع الأوضة اللي فوق أظبط كام حاجة كده من اللابتوب بتاعي وغير هدومه وانزل عشان نحضر معاهم الفرح. وطلعت على فوق، بس اتفاجئت لما شافت العريس في طرقة بتاعت الأوتيل، وكان واقف مع بنت شكلها مش مظبوط أبدا. منظرهم كان غريب، والبنت قربت منه وقعدوا هما الاتنين يقولوا كلام بيدل إن العريس كان بيخون عروسته. في الوقت ده فرح كانت واقفة مصدومة لأنها اكتشفت سر خطير وما كانتش عارفة تعمل إيه. فضلت تدور على أوضة العروسة لغاية ما راحت لها وحكت لها عن كل اللي سمعته. العروسة كانت واقفة قدامها ولابسة فستان الفرح. إيه الكلام اللي بتقوليه ده يا أنسة فرح؟ أكيد في حاجة غلط. أبدا، أنا جيت أقولك على اللي أنا شفته وسمعته، وخد الصورة دي كمان، دي صورتهم هما الاتنين واقفين مع بعض علشان تتأكدي. طيب لو سمحت سيبيني لوحدي وأنا هتأكد. فرح نزلت وسابت العروسة لوحدها، وأمل كانت واقفة تحت في القاعة. إيه يا بنتي، ما غيرتش هدومك ليه؟ الهدوم اللي انت لابساها ما ينفعش تحضري بيها الحفلة، واضح كده ان مش هيبقى في فرح ولا حاجة. اصل العريس طلع بيخون العروسة وانا رحت قلت لها. يا نهار ابيض، انت اكيد بتهزري، وازاي بس تقولي للعروسة؟ يا بنت احنا نشوف شغلنا واحنا ساكتين، انت كده هتقلبي الدنيا كلها على دماغنا النهاردة. وهم واقفين بيتكلموا اتفاجئوا ان الدنيا اتقلبت في القاعة. العروسة نزلت في وسط القاعة وقعدت تصرخ، ومسكت العريس من هدومه وقعدت تضرب فيه، وحكت عن كل اللي حصل، وطلعت الصورة اللي فرح كانت مصوراها. الفرح باظ والدنيا اتقلبت، وكمان كسروا حاجات في القاعة. فرح وأمل كانوا واقفين بعيد وكانوا مرعوبين من اللي بيحصل. بعد شوية صاحب الأوتيل جه ووقف قدام فرح. انت السبب في المشكلة اللي حصلت دي، انت اللي قلبت الليلة. يا فندم اعمل ايه بس، العروسة كانت بتتخان، ما كانش ينفع اسيبها كده نايمة على ودانها. طب اسمعي بقى، ما تفكريش ان انت تيجي تنظمي افراح عندي هنا تاني، وكل التلفيات دي انا هخصمها من الحساب بتاعك، وهبلغ كل الناس اللي حاجزين معاكي ان انت تنظمي لهم افراح باللي انت عملتيه ده. مش هخليكي تعرفي تشتغلي تاني ابدا. اعمل اللي تعمله، انا عملت الصح، ما كانش ينفع اشوف حاجة غلط واسكت عليها. هو مشي هما الاتنين من القاعة وركبوا التاكسي. اما سلمى صحيت من النوم وقربت من احمد جوزها، حاولت تصحيه لكن احمد ما كانش بيصحى وما كانش فيه النفس. ها احمد، فوق يا احمد، هو انت ما بتصحاش ليه؟ وفضلت ترش عليه ميه علشان يصحى لكن مفيش فايده، واتاكدت انه توفى. حطت ايدها على بقها وشهقت وبصت له بصدمه، وما كانتش عارفه تتصرف ازاي. وكمان بنتها اللي نايمه جنبه هتعمل فيها ايه؟ هتوديها فين؟ واهلها اصلا ما يعرفوش ان هي متجوزه ومخلفه. اعمل ايه دلوقتي؟ اروح فين واجي منين؟ اسيب بنتي لمين دلوقتي؟ طب اهلي لو عرفوا هيخلصوا عليا. فضلت محتاره ومش عارفه تتصرف لغايه ما اخدت بنتها ولبستها هدومها وحطتها في العربيه بتاعه الاطفال وخرجت من البيت بعد ما اخدت كل متعلقاتها الشخصيه ومسحت بصماتها من على باب الشقه علشان محدش يعرف انها كانت موجوده في البيت ده. فضلت ماشيه في الشارع وهي بتعيط ومنهاره وباصه لبنتها ليلى ومش عارفه هتعمل فيها ايه. اعمل ايه دلوقتي؟ ما ينفعش اسيب بنتي في اي حته، لازم اسيبها في مكان امان لغايه ما اشوف هتصرف ازاي. وفجاه جات لها فكره واخدت تاكسي وراحت لعند بيت حد تعرفه كويس قوي، والحد ده يبقى فرح. وطلعت ورقه
وكتبت فيها جواب وحطته جنب بنتها في عربية الأطفال، وسابت بنتها قدام باب شقة فرح ومشيت. أما فرح كانت لسه راكبة في التاكسي مع أمل صاحبتها، هما الاتنين كانوا قاعدين في الكرسي اللي ورا، وأمل كانت ماسكة الموبايل بتاعها وفجأة برقت: يا لهوي يا لهوي، الحق يا فرح شوفوا ايه اللي حصل. أمل اديتها التابلت واللي شافته صدمها. صاحب الأوتيل فضحها وقال إن هي اللي كانت على علاقة بالعريس وسببت إن الفرح باظ. ايه الهبل اللي بيقوله ده؟ والله العظيم لا ارفع عليه قضية تشهير، وهطلب كمان شهادة العروسة. اهدي بس يا فرح، هو تلاقيه متغاظ منك اكمن الأوتيل بتاعه اتدشدش، بس هنتصرف ازاي دلوقتي؟ ده احنا كده شغلنا باظ. كان لازم يعني تروح تفتين على العريس. اعمل ايه بس؟ ما كانش ينفع اسكت. واحد وبيخون مراته من قبل حتى ما يتجوزوا، يعني حياتهم كلها كانت هتتبنى على الغش والخداع. كنت عايزة اعمل نفسي مش واخدة بالي. طيب خلينا بس نروح، وان شاء الله بكرة ربنا يحلها، مع اني متأكدة ان شغلنا هيقع، والناس للأسف بتصدق الحاجات دي بسهولة. مش عارفة يا أمل، اليوم النهاردة يوم صعب قوي. وبعد شوية وصل التاكسي قدام بيت فرح، ونزلت لوحدها وجت تدخل البيت. اتفاجئت بعربية الأطفال اللي محطوطة قدام باب شقتها، وبصت ولقت بنت صغيرة وكانت نايمة. ايه ده؟ ومين البنت دي؟ ومين اللي سايبها لي هنا؟ فضلت تبص في العربية ولقت جنب البنت شنطة هدوم وجواب صغير. فتحت الجواب اللي كان مكتوب بخط الإيد: أنا أعرفك كويس قوي بس انت ما تعرفنيش. المهم أنا بنتي هتبقى أمانة عندك، حط بنتي في عينيكي. أنا عندي ظروف ومش هعرف أرعاها الفترة دي، لو قصرت مع بنتي أو ضايقتيها هحاسبك وأعملك مشاكل كتيرة قوي، فاهمة ولا لأ؟ وأي فلوس هتصرفها على بنتي هرجعها لك تاني. فرح قفلت الجواب. ايه الجنان ده؟ مين اللي جت وسابت لي بنتها هنا؟ وبعدين البنت شكلها صغير قوي. ودخلت العربية جوه الشقة وفضلت تبص للبنت: يا ترى انت بنتي مين؟ معقولة أكون شفتك قبل كده؟ يا رب ذكرني يا رب، ايه المصايب اللي بتتحدف عليا في اليوم الغريب ده؟ أما سلمى ركبت التاكسي علشان تروح بيت أهلها. كانت واثقة إن أول ما تروح هيعملوا معاها مشكلة كبيرة قوي، بعد ما قرأت الرسالة اللي أخوها كاتبها لها. وبعد شوية كانت واقفة في أوضتها ومصدومة من كلام آسر: بابا جات له جلطة في القلب بسببك وبسبب تصرفاتك يا هانم. بقيت ماشية بدماغك وأنا طول الوقت بكدب عليهم علشان أدار على مصايبك. لو سمحت يا آسر، أنا لازم أشوف بابا. ممنوع، الزيارة ممنوعة لغاية ما يخرج من العناية المركزة. أنا عن نفسي محدش راضي يدخلني، وماما كمان منهارة ومش عايزة تسيبه في المستشفى لوحده، فحجزت لها أوضة جنبه. سلمى قعدت على طرف السرير لأنها في ليلة واحدة خسرت الراجل اللي بتحبه، واباها كمان ممكن تخسره. بتعيط على ايه دلوقتي؟ المفروض تبقي عايزة تروحي لوالدك تطمني عليه. ممكن أفهم بقى من صاحبتك اللي بتروحي تقعدي عندها وبتضايقي باباك للدرجة دي. لو سمحت يا آسر، أنا مش عايزة أتكلم في حاجة دلوقتي، مفيش داعي لأي كلام، المهم إن أطمن على بابا. يا بجحتك، عايزة تطمني عليه دلوقتي بعد اللي حصل له بسبب تصرفاتك؟ عامة أنا مش هسكت تاني على عمايلك، وهعرف انت كنت فين. ونزل وسابها وراح على الشركة. أما عند وفاء أم فرح كانت قاعدة هي وبنتها فاطمة بيتفرجوا على التلفزيون، والباب خبط جامد. وفاطمة لما فتحت لقت جوزها حسن كان بيشتغلوا في الوحدة الصحية. نعم يا حسن، عايز ايه؟ انت ما صدقت وجيت وقعدت عند امك وبعدين عايزة تهرب من شغل البيت؟ ولا كأنك على ذمة راجل؟ مش انت اللي ضربتني وهزقتني قدام اهلك الصبح؟ وبصراحة كده انا مش عايزاك ومش هرجع لك تاني. نعم يا اختي، عايزة تطلقي؟ طب انا بقى هطلقك وهوريك النجوم في عز الظهر. فاطمة كانت لسه هترد، جت مامتها: استهدى بالله يا حسن يا ابني، وبعدين خش جوه، هتزحقوا كده على الباب. يرضيك اللي بنتك بتقوله ده يا حماتي؟ لا يا اخويا ما يرضنيش. انت يا بنتي يا فاطمة ادخلي المطبخ اعملي كوبايتين شاي. يا ماما انا مش عايزة اتكلم معاه في حاجة، انا اصلا مش عايزة اعيش معاه، جوازي منه كانت غلطة كبيرة قوي. يا بنتي احترمي نفسك وكلمي جوزك بأدب، وايه المشكلة يعني لما راجل يمد ايديه على مراته؟ يا ماما ده بيهزقني قدام اهله وبيضربني كل شوية. انا مش فاهم يا حماتي،
هي بنتك مالها مكبرة الموضوع كده ليه؟ كنت متضايق ومتعصب الصبح. فيها ايه بس لما اضربها؟ ما كل الستات بتتضرب ومحدش بيعمل عمايلها دي. معلش يا ابني حقك عليا انا، بس انت برضو يا حسن ايدك تقيلة شوية. بقولك ايه، ما تعملش مشاكل معاها. وانت يا بنتي يا فاطمة قربي بوسي راس جوزك وروحي معاه انت وابنك. انت بتقولي ايه يا ماما؟ انت عايزاني اروح معاه؟ ايوه روحي بيتك، ما انت مالكيش غيره وانت قاعدة عندي من الصبح، كفاية كده، المفروض تبقي هديتي. فاطمة اتصدمت من كلام امها، وفعلا رجعت مع جوزها البيت. واول ما دخلت البيت دخلت اوضه النوم وقعدت على السرير، وافتكرت قد ايه امها بترخصها، وافتكرت يوم فرحها قبل ما تلبس فستان الفرح كانت قاعده في الاوضه مع اختها فرح. يا فاطمه انا مش عايزاكي تتجوزي اللي اسمه حسن ده ابن امه، وجوازتك دي مش هتبقى كويسه. انا ممكن اساعدك واجيب لك شغل في القاهره وتيجي تقعدي معايا في الشقه اللي انا مأجراها ونشتغل سوا، بلاش تتجوزي حسن. لا انا هتجوزه، لان ما اقدرش اكسر كلمه ماما، لازم اسمع كلامها عشان تفضل تحبني وراضيه عني. لكن انت بقى ماما مش راضيه عنك خالص يا فرح. انا عملت كده علشان ما اتعذبش واتجوز جوازه اي كلام زي اللي انت متجوزاها دي. وبعدين يا حبيبتي لما انجح في شغلي ماما هتعرف ان انا كنت صح. لو سمحت يا فرح ما تلخبطيش دماغي، انا فرح النهارده ومش عايزه اي حد يضايقني. براحتك يا فاطمه، عامه مبروك. رجعت فاطمه من ذكرياتها. كان عندك حق، انا كنت غلطانه وغبيه، ما انا خريجه جامعه، اللي يخليني اتجوز واحد جاهل زي كده، حته عامل في مستشفى، وكل ما يشوفني يحس بالنقص ويفضل يقل مني علشان يحس ان هو حاجه كبيره. وفضلت قاعده تعيط وهي موجوعه وحاسه ان هي هتعيش كده طول عمرها، لان مامتها طول الوقت ضدها. اما عند فرح في شقتها كانت نامت على نفسها وهي قاعده باصه لليلى، وفجاه صحيت على صوت صريخ وعياط. ماما، هي فين ماما؟ فرح قربت منها وحضنتها. اهدي يا حبيبتي ما تخافيش، ماما هتجيب حاجه وهتجيلنا على طول. انا عايزه كيكه، وهي ماما هتيجي امتى؟ مش عارفه بصراحه هتيجي امتى. هي مامتك اسمها ايه؟ ماما ليلى فجاه قعدت تعيط وتقول لها ان مامتها اسمها ماما. وفرح حاولت تهديها لكن معرفتش، قربت منها وحضنتها اكتر وفضلت تطبطب عليها، واتفاجئت ان ليلى نامت في حضنها. قررت تسيبها على السرير وتقوم تعمل لها اي حاجه تاكلها. وبعد شويه فرح كانت واقفه بتغسل وشها وبتحاول تفوق نفسها لانها كانت مرهقه جدا علشان تلحق تعمل فطار للبنت. كان بقالها يومين مطبقه ومش عارفه تنام. عملت النسكافيه وفضلت قاعده بتفكر، وعدى وقت واتصلت بأمل اللي جات لها بسرعه، واتفاجئت من حكايه البنت الصغيره. غريبه قوي، معقوله في تسيب بنتها كده قدام باب الشقه؟ افرض مثلا ما كنتيش انت اللي لقيتيها وكان اي حد من العماره اخدها. مش عارفه، اكيد امها دي مجنونه. لا وكمان بجحه، شوفي الجواب بتهددني فيه، بتقولي ما اخدتيش بالك من بنتي هعمل لك مشاكل وهوديكي في داهيه. بصراحه بجح قوي. طيب ايه رايك انا وانت ناخد البنت والجواب ونروح نبلغ في اسم الشرطه او نوديها دار رعايه؟ بصراحه انا فكرت في الموضوع ده، فكرت اوديها دار رعايه لغايه ما امها تظهر وبعدين نرجعها لها. وفعلا قاموا واخدوا ليلى وراحوا عند دار رعايه يسيبوها هناك لفتره مؤقته، لكن اتصدموا ان الاطفال هناك نفسيتهم ما بتبقاش احسن حاجه. فضلوا اكتر من 3 ساعات يلفوا على مكان كويس يودوا فوق البنت لانهم ما كانوش هيقدروا يرعوها. بقولك ايه يا امل، انا خايفه اودي البنت اي مكان يعملوها وحش، وكمان خايفه ابلغ البوليس ادخل في مشاكل انا مش قدها، وانت عارفه ماما بقى. طيب تعالوا نروح على البيت يا فرح ونفكر هناك. هو اخدوا ليلى ورجعوا على البيت وعملوا قهوه وفضلوا قاعدين في البلكونه. هتعملي ايه يا فرح؟ مش عارفه، البنت دي برضو مش عارفه اعمل فيها ايه. لو وديتها دار رعايه هناك المعامله مش احسن حاجه، وبرضو لو بلغت هدخل في مشاكل وامي ما هتصدق وهترجعني الشرقيه. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب هتعملي ايه؟ هدور على امها، لازم اعرف مين الست اللي واثقه فيا للدرجه دي، وكمان عارفه عنوان بيتي.
دوري معايا كده وافتكري مين من الستات اللي اتعاملنا معاهم كانت متجوزة ومخلفة أو مثلا كانت على وش ولادة. وفجأة وهما بيتكلموا ليلى صحت من النوم وخرجت من الأوضة وقعدت تدور عليهم. مامي انت فين يا مامي؟ فرح قامت جري. تعالي يا حبيبتي، تعالي يا ليلى، ماما لسه ما جاتش. هي طبعا كانت عرفت اسمها لأن البنت قالت لها على الاسم، لكن للأسف ما كانتش تعرف اسم أمها ايه. فرح البنت شكلها جعانة، ما تيجي نعمل لها فطار؟ ايه رأيك يا حلوة نعمل فطار مع بعض؟ ما ينفعش تفضلي جعانة كده. وأخدوا ليلى المطبخ وفضلوا يعملوا الفطار سوا. ولفت نظرهم إن البنت هادية ورقيقة ولطيفة. وبعد شوية كان قاعدين هما التلاتة على السفرة بيفطروا. في اللحظة دي أمل وفرح قرروا إن هما مش هيعملوا بلاغ في الاسم وهيخلوا البنت معاهم لغاية ما أمها تيجي. وعدى يومين وفرح طول الوقت بتدور على أهل ليلى، وكانت قاعدة تدور في دفاترها القديمة مين الست اللي عملت لها عيد ميلاد أو أي مناسبة وكان عندها بنت. وعدى يومين وسلمى كانت قاعدة في البيت عند أهلها وبتعيط في أوضتها. دخل عليها آسر مسحت دموعها. بابا بقى كويس، تقدري تيجي المستشفى وتزوريه؟ حاضر. أنا متأسفة أوي يا آسر بسبب المشاكل اللي بحطكم فيها. وبعدين انت بتعيطي ليه؟ من ساعة ما جيتي من عند صاحبتك إياها اللي ما نعرفش عنها حاجة دي، وحالتك صعبة قوي وعينيك حمرا وطول الوقت بتعيطي. لو سمحتي يا آسر أنا مش عايزة أتكلم في حاجة دلوقتي. انت بتتكلمي كده ليه؟ ده جزائي يعني؟ أنا عايزة أقف جنبك لو عندك مشكلة. أنا يمكن اتكلمت معاكي بطريقة مش كويسة امبارح، بس كل ده لأني كنت خايف على بابا، وحضرتك كمان حابسة نفسك في الأوضة وبتعيطي وما فكرتيش تروحي له المستشفى. لو سمحت أنا مش عايزة أتكلم ومش عايزة مساعدة من حد، ممكن بقى تسيبني في حالي؟ ماشي يا ستي، مع إن انت مش مستاهلة يا سلمى، لأنك بتعملي تصرفات كلها غلط وبعد دار عليكي علشان بابا ما يتعبش. واحدة غيرك دلوقتي كانت أخدت الماستر وكانت بتشتغل معايا في الشركة، لكن انت سايبة كل حاجة على دماغي. أديك قلتها، سيبني في حالي بقى، أنا كده كده واحدة فاشلة في كل حاجة. فضلت تعيط بانهيار وخاي كان مستغرب قوي، كان حاسس إن هي واقعة في مشكلة ومش عايزة تتكلم. خرج بره الأوضة. أما فاطمة صحيت بدري كالعادة وعملت لجوزها الشاي والفطار وحطيته قدامه ودخلت الأوضة علشان ابنها. وفجأة جوزها نادى عليها بصوت عالي: أنت يا زفت اللي اسمك فاطمة. خرجت له جري من الأوضة. في إيه يا حسن؟ بتزعق كده ليه؟ الواد هيتسرع. قرب منها وجاب كوباية الشاي وراح رميها في وشها. إيه الهمجية بتاعتك دي؟ أنت بتعمل إيه يا مجنون؟ أنت اللي مجنونة، حطالي معلقتين سكر في الشاي، لازم تتهزقي طالما ما بتعرفيش تعملي الحاجة مظبوط. كانت مصدومة من طريقته، رمى عليها الشاي وهو سخن وحرقها جامد ولون جلدها اتغير. سابته ودخلت الأوضة علشان تغير هدومها وتمشي وتسيب له البيت. دخل وراها الأوضة. انت كمان سايباني؟ اما انت صح واحدة جهلة وحمارة وما بتفهميش. انا برضو اللي جهلة؟ ده انا حتى مؤهل عالي وخريجة جامعة، لكن انت معاك ايه يا حسن؟ اتصدم من جرأتها والدم غير في عروقه، مسكها وفضل يضرب فيها بوحشية. بقى انت يا بنت بتشوفي نفسك عليا بشهادتك؟ ان ما وريتك وعلمتك الادب وخليتك عبرة. وفضل يضرب فيها جامد لغاية ما دراعها اتكسر، وفضلت تصرخ لغاية ما الجيران اتلموا واخدوها على المستشفى غصب عن جوزها. اما عند فرح عدى شهر وهي بتدور على اي معلومة تدلها عن اهل ليلى، لكن ما كانش في فايدة. قررت تخليها معاها لغاية ما امها تظهر. في نفس الوقت شغلها كان باظ خالص، فقررت تدور على شغل تاني علشان تقدر تصرف على نفسها وعلى ليلى. وفي يوم وهي قاعدة على اللابتوب بتدور على شغل، لقت تليفونها بيرن برقم مامتها. ايوه يا فرح يا بنتي، انت في البيت ولا بره؟ اتوترت جدا لانها عارفة ان مامتها لما بتسأل السؤال ده بتبقى جاية لها من البلد. ها؟ انا بره البيت يا ماما، في حاجة؟ ارجع على بيتك بسرعة، انا عايزاك يا بيت، نص ساعة وهبقى في الشقة عندك. فرح بصت لليلى. ماشي ماشي يا ماما، هحاول. وقفلت بسرعة وقعدت تلم في المتعلقات بتاعت ليلى، واتصلت بأمل. الحقيني يا أمل، تعالي بسرعة خدي ليلى من هنا.
أيوة ماما جايالي في الطريق. وفرح قربت من ليلى وشالتها وحضنتها. كانت حاسة بإحساس غريب قوي. كانت زعلانة إن هي هتمشي وتسيبها حتى لو لساعة. وبعد شوية جت أمل وأخدت البنت وراحت على شقتها. أما فرح دخلت المطبخ تحضر الغدا عشان لما مامتها تيجي. وفعلا وفاء جت وهما الاتنين واقفين في المطبخ بيحضروا الغدا سوا. ممكن أعرف أنت قاعدة هنا ليه في مصر لغاية دلوقتي؟ أنا سمعت إن شغلك بتاع الأفراح ده باظ. أرجع البلد أعمل إيه بس يا ماما؟ أنا حياتي وشغلي كلها هنا في القاهرة. يا بنتي دلوقتي أنت قاعدة وما بتشتغليش، وفي عريس كويس متقدم لك من البلد، وناس أغنياء ومش هتحتاجي تشتغلي. أنا بقول ترجعي معايا وتتجوزي. أنا آسفة يا ماما، أنا عندي مقابلة شغل مهمة بكرة وإن شاء الله هتقبل فيها، ما تقلقيش عليا، مش هحتاج منك فلوس. وفاء بصت لها بغيظ، وطول الوقت كانت متضايقة من بنتها وجرأتها اللي مصرة تقعد لوحدها. قوليلي يا ماما، هي فاطمة بنتك كويسة؟ أنا سمعت إن دراعها اتكسر. كويسة يا أختي، هي اللي عملت في نفسها كده، الموضوع ما كانش مستاهل. أختك اللي قليلة الأدب ولسانها طويل وبترد على جوزها، فخرج عن شعوره وضربها ودراعها اتكسر. معقولة يا ماما يكسر لها دراعها وانت ساكتة كده؟ عادي يا حبيبتي، راجل وكرامته غالية عليه، واختك اللي قليلة الأدب وردت، وبعدين خلاص قربت تفك الجبس وهتبقى كويسة. والله يا ماما كتر خيرك، انت كده بتعملي اللي عليك مع أختي قوي. أما في بيت آسر كان والده طلع من المستشفى وحالته اتحسنت، وكان قاعد في الأوضة ومعاه مراته. خلاص يا هانم مش عايز آكل. علشان خاطري يا حمدي، كل كويس عشان الأدوية اللي بتاخدها عشان تخف. هي بنتك خرجت؟ لا، من ساعة ما انت خرجت من المستشفى وطول الوقت قاعدة في البيت. يعني كان لازم أتعب ويجيلي جلطة علشان تبطل خروج؟ ما أنا قلتلك إن مصيرها هتعقل، لكن انت اللي بتاخد كل حاجة على أعصابك. أما سلمى كانت قاعدة في أوضتها بتعيط. ليلى بنتها كانت وحشاها قوي، كانت ماسكة تليفونها ونفسها تكلم فرح وتقول لها إن هي أم ليلى، لكن ما كانتش قادرة. وخلص اليوم وفرح مامتها مشيت من عندها ورجعت الشرقية تاني يوم راحت مقابلة شغل في شركة، وبالصدفة كانت شركة آسر أخو سلمى، واتقبلت هناك في قسم التسويق. كانت فرحانة جدا، وأول ما خلصت ونزلت من الشركة أمل قابلتها. مبروك يا ست على الشغل الجديد، خدي بقى الست ليلى معاكي اهي، غلبتني النهاردة. تعالي يا لولا يا قلب مامي انتي. طمنيني، الشغل كويس؟ الحمد لله كويس قوي، الحمد لله يا أمل، ربنا عوضني عشان أقدر أصرف على البت المسكينة دي. ومن تاني يوم بدأت فرح تروح شغل الشركة كل يوم، وكانت بتسيب البنت مع أمل، وعرفت تتعامل في الشغل بمنتهى السهولة، وعملت هناك صحاب، ومعظم الوقت كانت بتتعامل مع آسر اللي كان معجب بيها جدا وبشطارتها، والأهم باحترامها. وفي يوم كانت في مكتبها لقت أمل وليلى داخلين عليها. ايه المفاجأة الحلوة دي؟ انتوا جايين للشركة ليه؟ معلش يا فرح، هسيب ليلى معاكي 3 ساعات، بابا جه من دبي وعاوز يشوفني، هيسافر بالليل فما ينفعش يشوف ليلى معايا. عندك حق، انا عارفة ان تعباكي معايا يا أمل، خلاص سيبيلي البنت وانا هتعامل معاها. ماشي يا ستي، لو قدرت اخلص بدري مع بابا هاجي واخدها. ومشيت أمل، وليلى فضلت قاعدة في الأوضة معاها. حبيبة قلبي، عايزاكي كده تقعدي هادية وما تتحركيش في الشركة، مش عايزين نعمل شقاوة ونتفضح هنا. وفضلت ليلى تلعب على جنب. وبعد شوية آسر دخل المكتب بتاع فرح. لو سمحت يا فرح، في كام حاجة كده عاوزها تبقى جاهزة على بكرة بالكتير. وبدأ يكلمها في الشغل، بس اتفاجئ لما شاف ليلى قاعدة في جنب. ايه ده؟ مين دي؟ هي دي بنتك؟ لا مش بنتي، دي حكاية طويلة وكبيرة قوي، مش هقدر احكيها لك. يعني ايه؟ يعني بنتك ولا مش بنتك؟ يا فندم انا ما اتجوزتش اصلا. لا طبعا مش بنتي. طب خلاص، يا ريت تخلي بالك من شغلك، والبنت اللي معاكي دي ما تعطلكيش. لا يا فندم ما تقلقش، انا مش هقصر في شغلي. اما عند فاطمة كانت قاعدة في السرير وايديها متجبسة، وحماتها داخله عليها وفي ايديها سندوتش جبنه صغير قوي. امسكي يا اختي كلي، يكشي تطفحي اللقمه. هو انت كل يوم هتجيبي لي عيش وجبنه؟ هو ما عندكيش اكل تاني يا حماتي؟ لا يا اختي مفيش. هو انت بتشتغلي في البيت ولا بتعملي حاجه عشان تاكلي؟ كفايه يا ابني كتر خيره،
صرف على علاجك في المستشفى. ما هو اللي عمل فيا كده. هو أنا يعني كنت قلت له يضربني ويكسر دراعي؟ تستاهلي. وهي في واحدة برضه ترد على جوزها؟ اعملي حسابك الأسبوع الجاي تقوم وتشتغل في البيت كله وتبطلي مرقعة. حماتها خرجت بره الأوضة وفاطمة بصت على التليفون. فضلت تفكر كتير قوي لغاية ما قررت إن هي ما عادتش هتسكت تاني. وعدى شهر، وفي يوم فرح كانت نازلة من الشركة ومعاها ليلى، واقفة قدام تحته مستنية أوبر. آسر وقف لها. واقفة كده ليه يا فرح؟ مستنية أوبر. مفيش مشكلة، كنسلي الأوبر وتعالي لما اوصلك. لا مش عايزة أتعب حضرتك. مفيش مشكلة ولا حاجة ولا في تعب، تعالي بس. وفعلا ركبت معاه. انت قلت لي هتحكي لي حكاية البنت اللي معاكي دي، ما كملتليش يعني. هي مش بنتي، وعلى فكرة أنا مش مضطرة خالص إن أنا برر لحضرتك، وانت مالكش دخل في الموضوع ده. انت ليك عندي إن أنا أديك شغل وخلاص، صح ولا إيه يا أستاذ آسر؟ بس يهمني سمعة الموظفين اللي عندي، وأي حد مكاني ممكن يفكر فيك غلط. مين البنت دي؟ مالكش دعوة، وأنا حرة وانت حر برضه في تفكيرك يا أستاذ. آسر بصلها وهو سايق وكان متغاظ منها جدا، وبرضه ما كانش مصدق كلامها لما قالت له إن البنت لقيتها قدام باب شقتها. وصلها على بيتها، وفرح نزلت ودخلت البيت ولقت أمل موجودة وبتعمل الغدا، وحكت لها عن اللي حصل بينها وبين آسر. يا بنت كبري دماغك، انت شغلة دماغك بليه؟ يا ستي يقول اللي هو عايزه طالما انت بقى شغلك مظبوط. ايوه بس انا خايفة قوي يا امل لا يبدأ يعاملني وحش، او مثلا يمشينا من الشغل، وانا محتاجة للشغل ده قوي. تاني يوم كانت فرح في مكتب آسر وبتعرض عليه الشغل الجديد. تمام، بس بعد اذنك يا ريت تظبطي مواعيدك، انا مش عاجبني الوضع ده يا انسه. وضع ايه يا فندم؟ انا باجي في مواعيدي وبمشي اخر واحده في الشركه. بس اللي وصلني غير كده، لو سمحتي التزم بقوانين الشركه. سكتت شويه وما ردتش عليه، وفجاه دخلت عليهم ليلى وكانت في مكتب فرح. مامي بصي كده. فرح قربت منها ومسكت الورقه. الله، رسمتك حلوه قوي. آسر قام وقف. لو سمحتي ما ينفعش اللي بيحصل ده، دي شركه محترمه مش حضانه. احنا راعينا ظروفك الفترة اللي فاتت، لكن مش كل يوم والتاني تجيب البنت الصغيرة معاكي. والله يا فندم انا ما بجيبهاش كل يوم، ده بس لما ببقى عندي ظروف. بس احنا رافضين ان هي تبقى موجودة هنا، لو سمحتي تتصرفي وتيجي لوحدك بعد كده. هو حضرتك بتهددني؟ على فكرة انا ممكن اقدم استقالتي. آسر بصلها بغضب ولسه هيتكلم لقوا ليلى بتعيط جامد قوي. مالك يا حبيبتي فيكي ايه؟ بصت في ايديها لقيتها مسكت الشجر الصناعي اللي كان في الأوضة وشوكها جامد قوي، وإيديها جابت دم. فرح حضنتها. هاخدك دلوقتي الصيدلية ما تعيطيش. ونزلت بيها جري على تحت على أقرب صيدلية. وهي واقفة في الصيدلية لقت آسر وراها. البنت كويسة؟ هزت راسها وقالت له كويسة. وبعد شوية دفع لها حساب العلاج اللي أخدته من الصيدلية، وخرجوا هما الاتنين مع بعض، وهي كانت شايلة ليلى على إيديها. اتفضلي اركبي معايا، هوصلك على بيتك انت والبنت. لا متشكرة، اسمها بس الكلام علشان البنت ما تنفعش تتعب. فرح بصت لليلى اللي عينيها كانت حمرة من كتر العياط، وركبت مع آسر. في الوقت ده حاسة ان هو غلطان، وان ممكن فعلا البنت ما تبقاش بنتها، وان تكون اتلاقيتها زي ما قالت له. وراح على اقرب محل هدايا وجاب لها هدية بسيطة وكمان حلويات لليلى، ورجع تاني لبيتها وخبط على الباب. فرح فتحت له. ايوه يا استاذ آسر، خير؟ مش تقولي لي اتفضل؟ هتسيبيني واقف كده على الباب؟ دخلته وقعد معاها. انا بعتذر منك. حضرتك مالكش ذنب، انا بعتذر ان انا شكيت فيكي واتعاملت على اساس الشك ده، ثانيا بسبب خناقي معاكي في الشركه. المهم ان البنت الوقت كويسه مش كده؟ حصل خير يا استاذ، عامه انا مش بكذب وكل الكلام اللي قلته لك صح، بس انا مش مصدق ان في ام ترمي بنتها كده على باب شقه اي حد. فرح قامت وجابت له الجواب اللي كان مكتوب بخط الايد وكان محطوط جنب البنت في العربيه. لما قرأه استغرب جدا لانه كان خط سلمى اخته، ما كانش فاهم، وكمان اخته شوله وبتكتب بطريقه معينه هو حافظها كويس قوي. عامه حصل خير،
ووعدي مني هساعدك في ان انت تلاقي والدتها. آسر كان متوتر جدا وحس فعلا ان البنت الصغيرة تبقى بنت اخته. انا دورت كتير قوي والله يا استاذ آسر وما لقيتش اهلها. اموت واعرف مين الست اللي تعرفني كويس لدرجة اني تأمل على بنتها. آسر قام وقف وهو متوتر. طب انا هستأذن انا بقى، وسابها وراح على البيت. واول ما وصل راح على اوضة اخته. انت عندك بنت اسمها ليلى، عندها 4 سنين. انطق يا سلمى، انت كنت متجوزة من ورانا؟ انا عارف ان انت ما سافرتيش السنتين اللي قلت ان انت كنت مسافراهم وخبيت على بابا. انطق، انت مخبية علينا ايه؟ انت بتقول ايه يا آسر؟ انت مجنون؟ هو اي كلام وخلاص؟ لا، انا عارف ومتأكد ان انت بتعملي حاجات من ورانا، والبنت دي بنتك. سلمى كانت هتتجنن ومش فاهمة ازاي اخوها عرف. اقعدي واحكي لي عن كل حاجة، ومين ابوها، وابوها فين، وليه رميت بنتك في الوقت ده، وانت صدقت اي حد كده يقولك ان دي بنتي؟ لا طبعا، انا ما عنديش بنات على فكرة. آسر طبعا قعد معاها وحكى لها عن فرح والبنت اللي لقيتها قدام باب شقتها. لا طبعا، اكيد الست دي كدابة، تلاقيها كانت على علاقة بحد والبنت دي تبقى بنتها. لكن آسر واجهها بموضوع الجواب وبصلها بشك وما كانش مصدقها، وخرج وقرر ان لازم يدور على اخته ويعرف الحقيقة. وبعد كام يوم قدر يوصل لكام معلومة. ان اخته ما اخدتش الماستر طبعا بسبب ان هي رجعت مصر بعد اسبوع واحد وبس، وان هي ما كانتش مسافرة. فاتأكد ان هي في السنتين دول كانت متجوزة وقاعدة في مصر. وفات 2 أسبوع وآسر دايما كان بيقرب لفرح وبيحاول يقضي معاها أطول وقت، لغاية ما في يوم فرح ما راحتش الشركة. فاتصل عليها وبلهفة: ايه يا فرح، انت فين وما بترديش على التليفون ليه من الصبح؟ معلش يا آسر، ليلى تعبت وانا في المستشفى دلوقتي. مستشفى؟ تمام، انا جاية حالا. وراح لها هناك وكان معاها البنت وهي كانت منهارة. اهدي يا فرح، البنت هتبقى كويسة ان شاء الله. انا مش عايزة البنت تروح مني، البنت تعبانة قوي يا آسر. طيب اهدي، كل حاجة هتبقى زي الفل. وآسر راح جاب نتيجة التحاليل واتفاجئ بحاجة غريبة قوي، ان فصيلة دم البنت نفس فصيلة دم اخته، مع انها فصيلة نادرة. وتاني علامة ان الدكتور قال له ان البنت عندها حساسية من الفراولة زي اخته بالظبط. في الوقت ده اتأكد بنسبة 90% ان ليلى تبقى بنت سلمى. وبعد ما اطمن على البنت وعلى فرح روح على الفيلا وواجه سلمى. على فكرة البنت الصغيرة اللي اسمها ليلى تعبانة ومحجوزة في المستشفى، لو انت عايزة تشوفيها ممكن اديكي عنوان المستشفى، الدكتور بيقول ان حالتها خطيرة. سلمى قامت وقفت: انت بتقول ايه؟ ليلى بنتي مالها؟ دلوقتي اعترفت ان هي بنتك. عامة هي خرجت من المستشفى وعند فرح، سابته وخرجت بره الفيلا وراحت بالعربية بتاعتها على بيت فرح. وهناك اول ما شافت ليلى طلعت تجري عليها وحضنتها. في الوقت ده فرح افتكرت سلمى واحدة عملت لها عيد ميلاد من كام سنة بس ما كانتش متجوزة. دخلت سلمى وقعدت في الأوضة وأخدت ليلى في حضنها وقعدت تعيط. وفرح وآسر كانوا واقفين وبعد كده سابوهم لوحدهم. احنا متشكرين قوي يا فرح، وآسف على اللخبطة اللي أختي عملتها لك، ده أحسن لخبطة حصلت لي في الدنيا كلها. أنا مش عارفة بنت أختك دي لما تمشي أنا أعيش لوحدي إزاي؟ ومن قالك إن أنت هتعيش لوحدك؟ إيه رأيك لو نحاول نبقى سوا ونتخطب؟ بصراحة أنا معجب بيكي. اتصدمت من عرضه وفي نفس الوقت كانت مبسوطة لأنها حست فيه إن هو إنسان كويس، وفعلا اتخطبت له. أما فاطمة أختها إيدها كانت لسه متجبسة، وحسن قرب منها: أنت يا جهلة بتعملي ما رحتيش ليه عند أم النهاردة علشان تخدميها؟ فاطمة فضلت واقفة ساكتة ومسكت تليفونها واتصلت على فرح: أرجوك يا فرح ساعديني، أنا ههرب من البلد وهجيلك، أنا لازم أرفع قضية طلاق وأروح وأعمل له محضر. وفعلا سافرت القاهرة عند فرح وعملت محضر لجوزها إن هو اللي ضاربها وكسر لها دراعها، ورفعت عليه قضية خلع وقررت إن هي تشتغل. وآسر ساعدها وجاب لها شغل عنده في الشركة. وآسر راح البلد وتقدم للست وفاء وطلب منها إيدين فرح اللي كانت فرحانة قوي بجوازة بنتها التانية اللي كانت أحسن من جوازة بنتها فاطمة بكتير، ووافقت على طول وحددوا ميعاد الفرح. أما سلمى
أخدت بنتها من عند فرح وواجهت أهلها باللي حصل، وعرفت باباها إن هي كانت متجوزة الشخص اللي اتقدم لها من زمان وهو كان رافضه، وإن هي ما كانتش بتروح عند صاحبتها ولا حاجة. حمدي في الوقت ده لما عرف إن بنته كانت متجوزة على سنة الله ورسوله حس بغلطه، لأنه رفض الشاب اللي كان متجوزها مع إنه أخلاقه كانت كويسة، بس رفضه لأنه كان فقير. وعارف ليه سلمى كانت بتتصرف بالطريقة دي طول الوقت؟ كانت عايزة تنتقم منهم علشان بعدوها عن حبيبها اللي اتجوزته في الآخر وخلفت منه، وفي الآخر كلهم رضوا بالأمر الواقع. أما ليلى البنت الصغيرة اتعلقت بفرح قوي، وطول الوقت كانت قاعدة معاها، حتى يوم فرحها على خالها آسر كانت قاعدة جنبها في كشة الفرح. وبكده تبقى خلصت قصتنا، واتمنى ان قصة النهاردة تكون عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة. اشوفكم بكرة على خير في قصة جديدة ان شاء الله.